والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق الله العلي العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظكم، موفقين إن شاء الله، صيامكم مقبول. وهاي خدمتك، واحنا اليوم شلون نقول ضيوف عندك. حياكم الله، أهلا أهلا. اشرح لنا الوضعية اللي هي يعني قسم هنا موجودة في هذا المحل نعم. وقسم اللي موجودة بالبيت، فتشرح لنا شوية عنها. إذا حقيقة أنا بس عندي فد ملاحظة، أنا أعتذر أن القرآن وأعتذر من جلسات القرآنية اللي هي قائمة الآن بالجوامع، وأنا الحمد لله من المؤسسين بها، ولكن هاي السنة ما يعني قصرت، ولا أنا أعتبره مو تقصير، لأنه مشغول في قضايا العوائل وفي قضايا السلات الرمضانية وفي قضايا أخرى، يعني فالحمد لله أنه هنا أقرأ أني، ولكنه للأسف أنه ما أعتذر من القرآن لأنه ما حضرت الجلسات القرآنية في هذا العام. إن شاء الله هاي أول وحدة. المسألة الثانية، الحمد لله احنا نسهر حاليا، نسهر يوميا على تجهيز السلات الغذائية لحد الآذان. لحد الآذان احنا آذان الفجر نصلي يلا ننام، بتجهيز هاي قلت لك هاي المواد اللي راح نشوفها في داخل البيت. هذا المحل الآن هو أيضا مستغل لهاي الأمور، والساحة هاي مستغلة، والبرة كلها مستغل، فمشاغلنا جدا كثيرة، بالإضافة إلى كشوفات عندنا، نطلع بالليل نشوف على البيوت اللي محتاجة إلى بناء وغيرها، والبيوت اللي انهارت على أصحابها إلى آخره، يعني اللي جاي يشوفونها بالمنشورات. كل التوفيق. أي نعم. هسه نقدر نزور بيتك. نعم إن شاء الله في خدمتكم. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحقيقة بالنسبة لوجبة العيد، الوجبة الغذائية اللي خاصة بالعيد اللي هي السلة الغذائية، تتكون من هذه المواد اللي هو هذا المعجون، السكر، الفاصوليا، الزيت، النشا، هاي مثلا الشعرية عندنا حتى هاي التايت والصابون وما شابه والماش، وهاي المعكرونية والحمص والعدس والطرشالة والتمن. عندنا ما يقارب 3 أنواع من التمن. يعني ظاهر أبو متظاهر حتى يعني ميزان عندك ما شاء الله. نعم موزن طبعا العائلة، أي موزن حسب الحاجة. العائلة هنا يوزنون، ومرون قسم من المنطقة وحتى رجال المنطقة يطوعون انه يجون يوزنون ويانا بهاي، باعتبار انه فد كميات كبيرة، وعندنا ما يقارب حوالي 300 وجبة او سلة غذائية، فتحتاج الى كادر، فيجون هنا يساعدونا. هذا مثلا عندك الحليب، هذا حليب الفلة هم نوعيات، وهاي قسم من السلات هنا مجهزينها، هذا الشاي، السكر الى اخره. فان شاء الله احنا عندنا السلة راح من يوم السبت راح نبدا بتوزيع السلة على عوائل. اغلب العوائل هم يجون لنا لهنا باعتبارهم هم يعرفوننا ومسجلين لدينا، فيجون يستلمون سلتهم. وقسم العوائل اللي مكانتهم بعيده عندنا سيارات متطوعه من اصدقائنا يروحون لبيوتهم ويطرقون عليهم الابواب. نعم. اكو بعد غير السلة الغذائية يعني اكو شغلات بعد؟ نعم اكو هواية اشياء طبعا. احنا بالمناسبة خلي اضيف لك بعض المعلومة، او عندنا من اول يوم بشهر رمضان بدأنا بالسلة الرمضانية. هذا نبدأ ان شاء الله طبعا هي بتبرعات اهل الخير والبركة واهل العطاء ان شاء الله. بدأنا الى ان قبل كم يوم تقريبا انتهت السلة، بدأنا نجمع للسلة او سلة العيد الغذائية، وهي هاي السلة موجودة. السلة قلت لك متكونة من هاي المواد، بالاضافة الى اللحم والدجاج وقسم من السفريات اللي تجي قسم مثلا مطبوخ مثلا ايضا احتفظ بها، اما بالمجمدة واما اوزعها انيا.
بالاضافه الى الخضره، الطماطه والشجر وغيرها والباذنجان، هاي ان شاء الله مستمره. وان شاء الله يوم غد توصلنا وجبه الخضره الجديده اللي هي من الاخ ابو عابس ان شاء الله، ونسال الله انه يوفقنا. الحقيقه سله ممتازه ولكن تحتاج الى دعم. يعني هسه سله العيد شويه اكثر من السله الرمضانيه صارت، باعتبار بها مستلزمات العيد هاي البسيطه، وان كان هي شويه بسيط لكن هي تريد دعم. فسله العيد تكلف تقريبا 25,000 دينار. فالان باب التبرع مفتوح للجميع، يعني اي واحد، وان كان مو 25 اقل ماكو مشكله، لكنه ممكن 4 5 10 يشتركون في سله واحده، وهاي العمليه تجمع ان شاء الله مبلغ، وفي سبيل الله، في طريق عيال الله ان شاء الله. ذولا عوائلنا الكريمه يحتاجون وحقيقه يستاهلون انه ندعمهم، لانه هذا طريق الله سبحانه وتعالى. هاي وحده. عندي بعد فد ملاحظه. الان مثل ما تفضلت استاذ تركي، ما عندنا مكان. هاي الصاله مالتنا اللي هي راحتنا بيها، هاي الان داير ما داير غرف العائله، المحل مليان، الساحه مليانه مواد، الاستقبال اللغى باعتبار انه هم بملابس واشياء وغيرها وفراشات. عندنا عرصه، العرصه تبرعوا بها احد الناس الخيره 200 متر، واحنا اشترينا هم بجهود ناس، ومن ضمنهم راح نذكره بالخير ان شاء الله استاذ كردي العبادي، ساهم في شراء الارض، قسم من الارض. والحقيقه لحد الان احنا متوقفين عنها. ليش؟ لانه ما عندنا امكانيه ان نبني لنا فد قاعه او قاعتين، واحده تكون مصلى، هي طبعا هو جامع وهو حسينيه وهو مقر للمؤسسه هاي. بدل ما مثلا بيتنا الان مستغلينه وما عندنا راحه، وحتى ضيوف ما عندنا بعد، يجي يسوي له مكان، هو يختار مكان يقعد، وتدري بيه انت شايفه كم مره. فنريد مثلا هاي ان شاء الله من بعد العيد نبدا نبني لنا قاعه او قاعتين بهذا المكان اللي هو قريب علينا، ونخلي به مصلى ومكان للمجالس الحسينيه ومكان هسه ايضا ناشد خيري. المساحه اللي عندنا 300 متر موجوده، بامكان اي شخص اي متبرع يقول انا اريد يطلع كشف على المكان، وان شاء الله هي من بلوكه ومن طابوقه ومن كذا من شيلمان الى اخره، تنبنى القاعه ويكون مقر. وان شاء عندنا الان هاي المواد المنزليه وغيرها بالشارع، يعني حتى الناس قسم من الناس تضايقوا باعتبار هذا شارع ونقدوني فعلا، واشتكوا علي ايضا بالبلديه قسم من الناس اللي هم يعني طبعا المساله بها هوايه مداخلات لكنهم ما نشعر بها. الان غراضنا اللي جايجا بالشارع، والشارع ملك طبعا للجميع، ومن حق الناس تعترض يقول ليش مثلا بالشارع، ولكنه ما عندنا، ما في يد حيله. لو كان عندنا مكان طبعا ننظم مكاننا، يكون هذا التبرعات العينيه، هذه التبرعات الماديه، هذه التبرعات المنزليه وهكذا. فان شاء الله هاي العرصه اللي هي 300 متر تنفع كل المجالات، بما فيها دروس فقهيه، دروس قرانيه، تعليم، خياطه ما خياطه وكذا، هواي امور. حتى الدفاع المدني ايضا هم ممكن يشتركون، يقدمون لنا فد نصائح بالدفاع المدني، نصائح طبيه مثلا الى اخره. فمن هالمنطلق هذا نناشدكم الى انه نريد منكم تبرعات لبناء هاي المقر المؤسسه، وان شاء الله تجمع ان شاء الله. قريب من البيت، قريب من بيتنا جدا، قريب جدا ان شاء الله. موفقين. الله يحفظكم. رمضان كريم عليكم. حياكم الله. يتقبل كل خطواتك وخطوات الناس اللي سعت وياك في هذا المشروع. الله يحفظكم، موفقين ان شاء الله. بارك الله.